حياكم الله جميعا مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، صباح الخير. مرحبا بكم في هذه الدروس الجديدة المتعلقة بالدورة الثانية، الوحدة الأولى، المتكونة من 4 دروس: تعجيم، تعريب، تعجيم، ثم تعبير كتابي. نبدأ الآن مع الدرس الأول، والفئة المستهدفة بصفة خاصة هم تلميذات وتلاميذ السنة الأولى علوم اقتصادية بجذعها التكنولوجي والعلمي. المادة الثقافة العربية والترجمة. مدرس المادة بمركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي الناظور نور الدين حالي. مرحبا بكم جميعا، وأرجو من الله أن تكونوا على خير، وما زالت الأوضاع الصحية تتعقد يوما بعد آخر، ولا بد أن يكون هناك انفراجا قريبا بإذن الله. وأرجو من الله أن تكونوا أنتم وذويكم في أحسن الأحوال وفي ظروف حسنة وفي أجواء حسنة، ونرجو من الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. كما قلت، درس اليوم يتعلق بالدورة الثانية، والمحور الدراسي هو العولمة، واقع وآفاق. La mondialisation, actualité et perspective. هذه هي الحصة الأولى في هذه السنة، جاءت في الأسبوع 28/12/2020، لأن العطلة كانت مختصرة. من حسن حظنا أن كورونا كذلك ساهمت في تقليص العطل. طبعا حين ذاك كان الناس يتوقعون التعليم عن بعد، لكن الآن التعليم الحضوري هو سيد الموقف، ونحن في خضم الوباء عاملون، وإنما هو واجبنا نقوم به، ولا ننتبه لهذه الأشياء. النشاط هو تعجيم، الدعامة، العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية. محمد نبيل الشيمي. الهدف العام ضبط مفهوم العولمة والتعرف على مقاصدها الحقيقية. الهدف الخاص ترجمة الكلمات التي يكون فيها الاسم المجرور ضميرا متصلا إلى الفرنسية باستعمال أسماء موصولة pronom relatif أو ضمائر أخرى مثل Y إلى غير ذلك. هذه المسألة تبدو على أنها بسيطة، لكن هذا الهدف الخاص متعلق بهذه الظاهرة اللغوية هو يطرح إشكالات بالنسبة للتلاميذ، ووقفت على هذه المسألة: كيف نترجم به، منه، عليه، إليه إلى غير ذلك. هذا ما سنراه في هذه الحصة إن شاء الله. المنهجية معهودة: المرحلة التمهيدية، مرحلة القراءة والفهم والتحليل، مرحلة الإعداد للترجمة، ومرحلة الترجمة الفعلية. نقرأ الدعامة. العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية
تعد قضية العولمة من القضايا التي لها من الجوانب والزوايا التي تثير الكثير من الاهتمام، لكونها ترتبط عضويا بقضايا الإنسان على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية. ويعد مصطلح العولمة من أكثر المصطلحات الفكرية انتشارا، وذلك لارتباطه بالعديد من القضايا المجتمعية، سواء متعلقة بالاقتصاد أو السياسة أو الثقافة. وبدأ استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول النظام العالمي إلى نظام القطب الواحد، والذي هيمنت فيه الرأسمالية على مقدرات العالم. ومن ثم فإن العولمة أو الكوكبة هي إكساب الشيء طابع العالمية، والمقصود بالعالمية رأسمالة العالم، أي تحويل العالم إلى النظام الرأسمالي. وهي من الناحية الاقتصادية تقوم على نشر الرأسمالية كنظام للتجارة ونظام للاستهلاك، ونشر القيم الغربية للرأسمالية، وبأن يكون العالم سائرا وفقا للنموذج الغربي في كافة مجالات الحياة الاقتصادية. وقد كان تعدد أنواع العولمة سببا في الاختلاف بين المعنيين حول وضع تعريف محدد لها. ومن حيث أن موضوعنا يتعلق بتأثير العولمة الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، فسوف نقصر معالجتنا على العولمة الاقتصادية. والعولمة الاقتصادية تعني نشر الفكر الغربي في مجال الاقتصاد، ذلك الفكر الذي يعني العودة إلى الأفكار الأولى للرأسمالية، من حيث إطلاق المبادرة الشخصية وحق الملكية والتأكيد على الحرية الاقتصادية وسيادة قوى السوق وفتح الأسواق وغل يد الحكومات في تدخل في الأنشطة الاقتصادية وربط اقتصادات الدول المتخلفة بالاقتصاد العالمي وتقوية العلاقات بين رجال الأعمال وصناع القرار. والعولمة الاقتصادية ذات اتجاه ليبرالي يلغي الحواجز أمام حركة انتقال رؤوس الأموال والسلع. والعولمة إجمالا اتجاه متنام يصبح معه العالم دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول. ويعرف المفكر الاقتصادي بول سويزي العولمة بأنها صيرورة رأسمالية تاريخية يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى دائرة عولمة الإنتاج الرأسمالية مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، مما يقود إلى إخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى، هنا خطأ في الشكل، القوى الرأسمالية العالمية والمركزية، وسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة. النص مأخوذ من الموقع الذي ترون عنوانه. المرحلة التمهيدية. ما الفرق بين المصطلحين موندياليزاسيون وجلوباليزاسيون؟ أقصد من الناحية اللغوية. Ces deux mots, l'un est anglais et l'autre est français. Globalisation est un mot anglais et mondialisation est un mot français. وطبعا هذا يمكن إسناد هذا الموضوع لأحد الطلبة كعرض في بداية الحصة المقبلة لمدة 10 دقائق. من هو نبيل
الشيمي. محمد نبيل الشيمي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1970، ودبلوم دراسات عليا في العلوم العربية والإسلامية عام 1995، وتدرج في العمل الحكومي بدءا من وظيفة باحث اقتصادي حتى وكيل لوزارة التجارة الخارجية، ويعمل حاليا خبيرا اقتصاديا ومحللا سياسيا، ويشارك بإبداء الرأي في العديد من منابر الفكر ووسائل الإعلام. نمر إلى المرحلة الثانية، القراءة والتحليل والفهم. مقاربات مكونات النص الثلاثة. نبدأ بالمكون التلفظي. من يتكلم في النص؟ كيف يعبر تلفظيا عن ذاته؟ لمن يوجه الكلام؟ المتكلم طبعا هو محمد نبيل الشيمي، يستعمل أحيانا ضمير الجمع نا، موضوعنا، نقصر، معالجتنا في 16 مثلا، ويوجه الكلام إلى مستعملي الإنترنت. المكون النصي. ما جنس النص؟ ما نوعه؟ جنس النص مقالة صحفية أو صحافية إلى غير ذلك. هذا لا يهم كثيرا مع الصحفية، لأن هناك من يتناقش حول هذه الكلمة، لكن في الحقيقة يمكن أن نستعمل صحفي أو صحفي، لا ضير في ذلك. والنص تفسيري يتوخى توضيح مفهوم العولمة وعلاقته بالنظام الرأسمالي. المكون الموضوعاتي. الفكرة العامة. ما المفهوم الاقتصادي الذي تسعى العولمة الاقتصادية إلى تكريسه؟ السؤال يتعلق بالعولمة الاقتصادية، النوع الموجود في النص. تكرس العولمة الاقتصادية النموذج الرأسمالي كمسلك اقتصادي واحد. كيف صنف الكاتب العولمة؟ طبعا من خلال النص نستنتج على أنها صنفها إلى ثلاثة أصناف: عولمة سياسية، وعولمة اقتصادية، وعولمة في هذا النص اختلط الأمر. في هذا النص إن هناك صنفها إلى عولمة سياسية وعولمة اقتصادية. هل يمكن فصل العولمة الاقتصادية عن العولمة السياسية؟ طبعا لا يمكن بتاتا أن نفعل ذلك، لأن السيطرة الاقتصادية تدفع إلى السيطرة السياسية. فمن لديه المال فهو يحب أن يسيطر، إلا من رحم ربي. فالإنسان عندما تكون له حظوة من المال فهو يريد أن يسيطر، على الآخر. إذن معناها السيطرة الاقتصادية تؤدي إلى السيطرة السياسية، والمسيطر الاقتصادي يفكر في السيطرة السياسية. وهذا طبعا نشهده في عالم اليوم بشكل جلي جدا. الآن نمر إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإعداد للترجمة، ونبدأ بالتعابير اللغوية. ورد في النص على نطاق واسع
يمكن أن نترجمها à grande échelle. تقوم على، هي نسبيا بسيطة، fondée sur وغل يد الحكومات في التدخل. سطر 12. طبعا سطر 12 من الدعامة الورقية التي توزع على التلاميذ حضوريا في القسم. L'empêchement des gouvernements d'intervenir. Donc, empêcher les gouvernements d'intervenir dans le domaine social, dans le domaine politique, etc. المعجم والمصطلحات بقضايا الإنسان إذا رأيناها في السياق aux questions se préoccupant de l'homme. On ne peut pas dire aux questions de l'homme. Aux questions, c'est mieux d'ajouter aux questions se préoccupant de l'homme. مقدرات les ressources. مقصود بها les ressources. الكوكبة نأخذ الوجه الإنجليزي للكلمة la globalisation. هناك من يقول planétarisation mais globalisation c'est mieux. انهيار الاتحاد السوفيتي هي مرحلة تاريخية معينة. l'effondrement de l'Union soviétique. الظاهرة اللغوية. بماذا نترجم التعابير التي يكون فيها الاسم المجرور ضميرا متصلا؟ لها في سطر 2، فيه سطر 6، لها سطر 9، معه سطر 14، في داخلها سطر 24، فيها سطر 16. دونك هذه واردة في النص. كيف نترجمها؟ إذن طبعا السياق دائما في الترجمة، السياق يحدد، السياق هو المنقذ، السياق هو المنقذ. On les traduit par des pronoms relatifs simples ou composés ou des pronoms, etc. dans lequel, pour ce, par le pays de laquelle, au sein de laquelle, dans laquelle. Donc لاحظوا على الأغلبية هذه التعابير تترجم بالpronoms relatifs surtout composés. ونمر الآن إلى مرحلة الترجمة الفعلية. بالنسبة للسنة الأولى يسمح باستعمال المعجم خلال الدرس، لكن ليس في الفرض المحروس. ترجم إلى الفرنسية عنوان النص والفقرة الأولى منه. توجيه: يمكن ترجمة لام التعليل في التعبير لكونها إلى الفرنسية برابط منطقي فرنسي يفيد السببية، مثل étant donné que. الترجمة الجماعية طبعا يعطى الوقت للتلاميذ للبحث، ثم بعد ذلك الترجمة الجماعية. نأخذ مثال لا موندياليزاسيون إلى كريز ايكونوميك مونديال، العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية. تعد قضية العولمة من القضايا التي لها من الجوانب والزوايا التي تثير الكثير من الاهتمام لكونها ترتبط عضويا بقضايا الإنسان على كافة المناحي. لا موندياليزاسيون est réputée هذه الصيغة لا موندياليزاسيون est réputée ou bien est considérée comme، ولكن في بعض الحالات دونك هناك بديل حاليا يستعمل وهو est réputé. Mais réputé il est direct. La mondialisation est réputée, ce n'est pas comme. Il est réputé l'une des questions dont les aspects et les perspectives d'études suscitent beaucoup d'intérêt, étant donné qu'elle est organiquement liée aux questions se préoccupant de l'homme à tous les niveaux, politiques, économiques et culturels. لاحظوا هنايا التي لها اجتمعت هذه الصيغة التي طبعا هي
هي مستهدفة من خلال الهدف النوعي لهذا الدرس. اللام حرف جر ولها ضمير متصل في محل جر في اسم مجرور، فإذا هنا هذه لم تأتي لوحدها، لذلك ترجمت بالضون التي لها من الجوانب. هناك il y a un petit détournement dans la traduction de cette expression. هذه ترجمة شخصية المطلوب النظر فيها بعين ناقدة وفقا منهج مقارن. ولكي ننوع، ويعد مصطلح العولمة، يعد ترجمناها سابقا ريبوتي، ولكن الآن لو تيرم موندياليزاسيون اي كونسيديري كوم. لاحظوا هنايا نستعمل كوم. لاحظوا كذلك والذي هيمنت فيه dans lequel le capitalisme accapare les ressources du monde. نعم. Continue. Donc لاحظوا أيضا بين المعنيين حول وضع تعريف محدد لها au sujet de l'élaboration d'une définition précise pour ce phénomène. لها pour ce phénomène لهذه الظاهرة. ومن حيث أن موضوعنا يتعلق بتأثيرات العولمة، étant donné que من حيث لاحظوا هنا كذلك نسلط الضوء بعض الشيء على التعابير التي دونك اتجاه متنام. يصبح معه العالم دائرة، يصبح معه par le pays de laquelle le monde devient une tendance. إذن اتجاه مذكر في اللغة العربية، لكن tendance féminin. إذن دائما الانسجام والتماسك، التطابق، l'accord il est important. من فضلكم انتبهوا جيدا لهذه الأشياء، فهناك أشياء بسيطة قد تؤدي بطلبتنا الأعزاء إلى الوقوع في خطأ ما يتعلق بالتطابق. فعندما يرون مثلا اتجاه متنام، فعندما يرون اتجاه متنام يصبح معه، فإنهم قد يخطئون في dans l'accord. Ils peuvent mettre une erreur en ce qui concerne l'accord، ظانين أن اتجاه ترجم ب tendance هي féminin. donc il faut faire attention. par le biais de laquelle معه العام دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تتلاشى في داخلها دائرة. donc dans ce cas c'est la même chose. Il n'y a pas un changement de... Donc, oui, le monde devient une communauté socio-politique, économique et culturelle au sein de laquelle sont éliminés. Daïra, communauté. Mais ce n'est pas la peine de traduire. لاحظوا جيدا في بعض الحالات فالترجمة الحرفية دائما قد توقع في الخطأ، لذلك toujours il faut déverbaliser. دائما ينبغي الانسلاخ من اللغة، أخذ ما نريد وهو المعنى، ثم ننسلخ من اللغة الأصل ونعيش نظام اللغة الهدف. دائرة donc on l'a traduit par communauté par exemple. يتحول فيها dans lequel la ligne de production un processus. صيرورة رأسمالية. صيرورة هنا مؤنث في اللغة العربية، لكنها مذكر في اللغة الفرنسية. donc un processus donc dans lequel نعم. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم،
شكرا على حسن تتبعكم، ومع درس آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. تبقوا على خير. Prenez soin de vous. Attention, attention. Le virus coronavirus, il est toujours bel et bien présent. Faites attention. وسلمتم ودمتم في الحفظ والصون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.